في شاعره في ابو ظبي يسمونها عوشه بنت شملان، متوفيه بعد في العشرينات متوفيه. هاي يعني كانت هي تودي يعني الشريات توديها العين، عندها بعير روحها. نعم. يعني الحليم كان يشتغلن في الماضي. نعم. وشاعره. فسنه من السنوات حياه الشيخ حمدان بن زايد الاولي نعم. ما خلاها تسير العين، قالها لا تسيرين، نباش تودين ماء حق هالمقطع اللي يمسكون البري اللي يراقبون. نعم. 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 ولا مسكينه سمعت تجيب لهم من البطين لين المقطع. قالت عاد من يحط البري دياني، بري المقطع من يحط البري دياني في زمان القيض ويكده والغضي نوه يبع ماني ولا انا تميت في شده ليتنا حمدان خلاني وطلعت لي رخصة عنده كان باتشاوس عضبياني وين بعد ما شيء يرده تبع العين وصعرة والبقع هذه. نعم. 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 بتقيم فلاية فلاية ومحو. نعم. اي والله. نعم. هذا يمكن واحد من هدف مشاهدينا، هدف برنامج ظل الغاثة، وكذلك يمكن قناة الوسطى بشكل عام، الحفاظ على هذا الموروث، الحفاظ على القصيد، والحفاظ على الجوانب الشعرية اللي تأرخ يمكن وتوثق للمعيشة الأولية والتراث قبل الأولي، كيف كانوا عايشين، كيف كانت حتى مفرداتهم، كيف طعامهم، حتى شو كانوا يأكلون، الصعوبات اللي مرت عليهم، الوطر الأولي اللي مر عليهم، سواء رغد عيش أو صعوبة ومحل.